السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل نادي بهتيم الرياضي يسعدنا نلتقي بالكابتن عبد الحميد ميدو المدير الفني لنادي النصر. برحب بك كابتن عبد الحميد. حبيبي يا كابتن مسعد، مساء الخير عليكم كلكم، على كل اهل بهتيم. النهارده كان في ودية ضمن أجندة وديات نادي النصر، كلمنا النهارده عن تجربة ودية نادي بهتيم. والله انت عارف ان احنا بقالنا دلوقتي 3 اسابيع، ده الرابع، بدايه الاسبوع الرابع ان شاء الله، بنختم الاسبوع الثالث كمان، الرابع سوري. بنتمرن على بهتيم بقالنا 3 اسابيع نظرا الملعب عندنا في صيانه. فاحنا بنشكر طبعا اداره نادي بهتيم ان هي استضافتنا خلال ال3 اسابيع دول. اتمنى بقى نرجع الملعب بتاعنا بسرعه. يعني النهارده كانت تجربه كان الهدف منها الرئيسي ان احنا نشوف اكبر عدد لعيبه من الناس اللي احنا جداد، يعني اللي احنا برضه في لعيبه لسه بتيجي بنبص عليها. فكان ده الهدف الرئيسي النهارده، عشان احنا عندنا ماتش بعد بكره مع الاعلاميين على ملعبنا في نادي النصر. اعتقد الحمد لله احنا وصلنا بنسبه 70% القوام الاساسي بتاعنا. ال 30% اللي فاضل اللي هي عباره عن جاهزيه اللعيبه زائد العناصر اللي ان شاء الله تتضم لينا. احنا محتاجين بعض المراكز زي الهافين، ان شاء الله في تفاوض كبير مع لعيبه هتكون ان شاء الله صفقات مهمه لنادي النصر، ولكن في التوقيت المناسب احنا بنسيب اللعيب براحته، واحنا كمان كنادي بنشوف احتياجاتنا ايه. في بعض الصفقات المهمه اللي قوي هتيجي ان شاء الله الفتره اللي جايه دي، ولكن انت عارف اللعيب دايما بيبص يقول لك انا عايز العب محترفين. برضو اللي افتكاسها الاتحاد المصري لكره القدم محترفين، وانا عايز اعرف يعني ايه محترفين. كل ما اجي اكلم لعيب اقول له عايز هتيجي تلعب معايا في نادي النصر، نادي النصر اسمي كبير، يقول لي يا كابتن انا بس بشوف المحترفين الاول. نفسي واحد يطلع مسؤول يقول لي يعني ايه محترفين، بس ده باختصار يعني. برضه مش هندخل في حتة محترفين ودوري ممتاز ودوري أكاديمي، هنرجع بس لنادي النصر. أنا شايف النهارده عدد كبير كابتن حميد مجربه، شايف لعيبة صغار السن، شايف أكتر من لعيب مرتدي تيشيرت مختلف. في كابتن عبد الحميد محتاج مراكز معينة في الملعب ولا الناس ديت موجودة بصفتين؟ بص يا كابتن، احنا المراكز اللي احنا محتاجينها معروفة، احنا محتاجين هافات بس، وزي ما قلت لحضرتك احنا اتكلمنا مع بعض اللعيبه وفي تشاور معاهم وفي تفاوضات زي ما بيقولوا يعني. لكن زي ما قلت لك هي قصه كل لعيب بنيجي نتكلم معاه يقول لك انا المحترفين ومش المحترفين. لكن احنا نادي النصر الحمد لله عندنا عروض لعيبه كتير جدا جدا بفضل الله، وعندنا القوام الاساسي بتاعنا الحمد لله رب العالمين ماشيين بشكل كويس. اللعيبه لسه بتجهز. انت عارف الهدف من الماتشات دي ان انت بتبص على اللعيبه وتغرب طرق اللعب. يعني احنا الماتش الشوط النهارده لعبت بثلاث اربع طرق. يعني احنا بدات 4-3-3، الشوط الثاني لعبت 4-4-2، غيرتها في نص الشوط 4-2-3-1. هو ده الماتشات دي، ده الهدف منها، ونجهز اللعيبه بتاعتنا يعني. لكن احنا لسه البدايه، يعني البدايه الحقيقيه لنادي النصر ان شاء الله في شهر 9 باذن الله. تعاقدات بنسبه كام في المية اللي كابتن حميد جابها تكون موجوده ضمن قائمه نادي النصر الموسم الجديد؟ والله احنا لغايه دلوقتي تعاقدنا مع 8 لعيبه، وهم ان شاء الله اضافه للفرقه. تعاقد نهائي؟ خلاص تعاقدنا معاهم واعلنا الصفحه الرسميه في النادي اعلنت عنهم، وان شاء الله فاضل لنا 4-5 صفقات ان شاء الله يكونوا مفاجاه واضافه لنادي النصر باذن الله خلال المرحله اللي جايه ان شاء الله. شكل المسابقه سند بالمختم مع الكابتن حميد شايفه ازاي؟ والله لغايه دلوقتي مش عارفين اي حاجه، وده حاجه مؤسفه يعني. محدش عارف حاجه. يعني لما تيجي تقعد مع مسؤول في اتحاد الكوره مش عارف المسابقه هتبدا امتى ولا عارف شكل المسابقه، فدي حاجه مخزيه يعني. ان انت مش عارف شكل المسابقه لغايه دلوقتي، هتلعبها مجموعه واحده زي ما قالوا المحترفين السنه اللي فاتت، ولا زي السنه اللي فاتت مجموعتين وياخد اول واول ويطلع على طول على المحترفين. الله اعلم، محدش عارف حاجه. احنا ان شاء الله بنستعد ان احنا جاهزين في جميع الحالات ان شاء الله. نادي النصر جاهز ان احنا نلعب على الصعود ان شاء الله. بنشكرك كابتن عبد الحميد، ولنا لقاءات تانية ان شاء الله مع نادي النصر، ونتقابل ان شاء الله يوم الخميس مع بعض ان شاء الله. شكرا يا كابتن. نورنا في نادي النصر ان شاء الله. شكرا يا كابتن حميد. كان معانا الكابتن عبد الحميد ميدو المدير الفني لنادي النصر. بنشكركم وانتظرونا في لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.